أهلا بيكم من جديد. صلي على النبي، فعل زر الاشتراك وتعال أقول لك الكلام على إيه. على بنت اسمها أمل عايشة في سنة 2020. عادي، حبيبها غدر بيها، سابها مديونة، وفجأة وهي بتنقذ طفل من الغرق تم شدها تحت المية بقوة، وظهرت في عالم تاني خالص قبل الميلاد أصلا. فلقيت نفسها وسط 7 أمراء زي العسل ومملكة وليلة كبيرة. سعادتك تعال نشوف الكلام على إيه. بيبدأ المسلسل ببنت جميلة اسمها أمل، كانت الدنيا جاية عليها وعمالة تشرب عشان تنسى مأساتها مع حبيبها اللي خانها مع صاحبتها. وقتها كانت جنب منها راجل متسول اسمه المعلم فاروق، كانت عينه على الإزازة اللي معاه، فهنا قالت له والله ما تغلى عليك يا أبا الحاج. فضلت تحكي إن نفسها تموت أو يا ريتها ما جات الدنيا أصلا. فالراجل كتر خيره ومشكورا قال لها أفضل حل لهمومك دي إنك تتولدي من جديد. من هنا البت شافت الطفل عمال يخرج رجليه بره المية، وبعدها بصت تاني ما لقيتش الطفل أصلا، كان بيغرق في المية ومحدش من اللي حواليها أخد باله. فهوب رمت نفسها في المية، وابو الطفل أخد باله فرح لهم بالمركب واخد ابنه ولسه بيمد ايديه عشان ياخدها. البت اتشدت لتحت، ووقتها افتكرت كل المشاكل اللي حصلت مع حبيبها الخاين والستات اللي جريت وراها عشان الديون اللي عليها. وبيخلص المشهد على كده. بتنتقل بين الأحداث لمملكة كوريو اللي من 7000 سنة، وبنشوف بطلنا الواد القمر ده الملقب باسم الديب. كل البلد كانت خايفة منه وبتعمل له ألف حساب. الديب يبقى الأمير الرابع لملك البلاد. وقتها بيظهر إخواته ال5 وهم بيستجموا وبياخدوا شاور، هوب أصغر واحد فيهم وقع في المية. لقى البت أمل طالعة منها ولقت 5 شباب أمارات قدامها. مسا يا رجالة. ولكن في بنت بتندع عليها وبتقول لها اخرجي بسرعة الله يخرب بيتك فضحتينا. وفي الآخر راحت لها، وبتكون أمل انتقلت لحياة تانية وعالم تاني. البنت دي تبقى الخدامة بتاعتها، وبتكون أمل في العالم ده بنت ناس أكابر كانت عمالة تعاتبها وقالت لها ما دام الأمراء في المية فما ينفعش أي حد يروح هناك إلا لما يخلصوا. طبعا هنا أمل ما كانتش فاهمة أي حاجة، هو مين بيودي على فين؟ وبتشوف الناس من حواليها وبتفكر إنها ماتت وإن دي الآخرة. من صدمتها بيغمى عليها. وبنروح للملك الديب اللي وصل مملكته. وقتها واحد من الوزراء سأله هو أنت هترجع إمتى يا ديب؟ يسكت بقى هو لا والله أبدا. بياخد السيف وبيقتل الحصان بكل وحشية عشان يعرف الوزير إنه مش راجع تاني وقاعد على قلبكم يا ولاد المستخبي. طب الحصان ذنبه إيه يا عم أنت؟ تعالوا نروح لأمل اللي فاقت لقت الخدامة ومرات عمها معاها كانوا عمالين يندهوا عليها باسم تاني، فاعتقدت إن ده اسمها في الآخرة. بس الخدامة قالت لها أنت مش ميتة أصلا. البت اتهبلت وجريت على بره ولقت عالم تاني خالص غير عالمها. وقتها سألت احنا سنة كام ومين اللي حاكم البلد؟ فعرفوها انه الملك متولي اللي بيبان وهو مجمع الوزراء وقال لهم العصفور ده انا موتته عشان كان بيبص على اكلي وانا بفطر. يا من بعظيم عيلة هبلة، انت العصفور وابنك الحصان. المهم الملك كان عايز يرشح ابنه كولي للعهد، بس في وزير قال له على اساس ايه ان شاء الله ابنك مقضيها طول السنة في الساونا. من هنا الملك اتضايق وقال بصوت عالي قدام الكل اللي شايف نفسه مؤهل انه يكون الملك بدل ابن الكبير يتفضل. من هنا اخواته ال5 انحنوا قدام الملك ابوهم وقالوا له ما فيش غير اخونا الكبير اللي ينفع ومحدش مننا ياخد العرش بداله. بتظهر الملكة الحيزبونة ام الديب ست الحبايب اللي الخدامة قالت لها ابنك بره وعايز يشوفك. قالت له روحي قولي له نايمة ولا تعبانة. فبتطلع لبره وقالت له بتقول لك امك تعبانة ونايمة. فالديب بيفتكر ايام زمان يوم ما ابوه الملك قرر انه يتجوز على امه اللي جابت السكينة دي وهددته لو عملت كده هقتل ابنك. حنان الام يا جدعان بقى في حتة تانية خالص. وقالت له انا لا يمكن يكون ليا ضر ابدا ولسه هتقتل ابنها المفترية. الملك مسك ايديها على اخر لحظة ويمين شمال شمال يمين السكينة جت في وش الواد، وده سبب لبسه للقناع دايما. وقتها بيرجع للواقع لما ابوه راح يقابله وقال لابوه خير يا حاج بعت لي ليه؟ عايزني اكون من رجالتك ولا ايه النظام؟ فقال له والله يا ابني انت ديب زي امك فما اعرفش اذا كنت هتحمي اخوك ولي العرش ولا هتقتله. المهم بيطنش كلام ابوه وبيروح يحضر الاجتماع مع باقي اخواته اللي كانوا مبهورين بشكله. اللي الواد ابو حلق ده اللي الكاريزما كانت واخداه كان بيبص له بقرف، بس الديب مشي ولا عبر حد فيهم. راح يقابل ولي العهد اخوه الكبير وبيعرف انه مهدد بالاغتيال خلال الطقوس اللي هيعملها قريب في احتفال كبير. اخوه قال له لو قدرت تقبض على اللي هيعمل كده كل اللي انت عايزه هنفذه لك، وكمان عايزك تاخد مكاني في الاحتفال. وقتها الديب قال له على راسي يا اخويا بس المقابل هيكون اني اعيش هنا على طول. وبيتم الاتفاق بينهم على كده. تعالوا نروح لأمل اللي اتأقلمت على العيشة وكانت بتطبخ لهم كمان، وهوب شافت واحد شبه المتسول فاروق في حياتها الأولى، فجريت وراه وشوية لقيت الناس خايفة وعمالة تجري، وده عشان الديب كان خارج بحصانه. البت اتثبتت مكانها وكانت هتقع في المية، بس الديب الشديد أنقذها على آخر لحظة. ديب يعني مش كلام، أخدها على الحصان بكل رومانسية، والبت كان هيغمى عليها ولكن القادر المفتري رماها من على الحصان، فالبت لزقت في الأرض. روح يا شيخ إلها ما تكسب ولا تربح. جريت وراه وقفته وفضلت تشتم فيه وتهزقه كتير. قام رايح مخوفها بحركة من الحصان فوقع التاني واخد نفسه ومشي. وربنا ما هسيبك وهعرف اجيبك يا اسطى. من هنا الخدامه بتجيلها وقالت لها اتقي الله فيا انت دايما في المكان الغلط.
تعالي بسرعة، الأميرة بتسألني عليكي عشان في اجتماع. هنا أمل وصلت واتسحبت زي الحرامية كده، بس الأمير الصغير شافها وقال لها اطلعي يا حلوة يا بتاعت الحمامات. كان عمال يبص لها من كل اتجاه وهي بتحول في عينها عشان ما يعرفهاش، بس برضه عرفها فأخدت نفسها وجريت لبره. وهو راح يدور عليها لقى بيت صغير، بص منه لقى بنت بتغير هدومها لكنها شافته وهو بيبص عليها فصرخت. ولما جري أمل قالت له تعالى لي بقى يا حلو، بتبص البت قفشتك اهو. لكن هو مهموش شتمها، وبما اننا عارفين انها مش بتسيب حقها فراحت وراه والاتنين مسكوا في خناق بعض ووقعها الأمير على الأرض فهي كعبلته ومسكوا بقى في شعور بعض والكل خرج على صوت صريخهم. أمل كانت جابت الأمير الصغير الأرض ونازلة في ضرب من قلبها، ادت له روسية انما ايه محترمة. لسه هتكمل عليه الديب منعها ومسك ايديها، اركن انت على جنب كده دورك جاي بعدين. فبتروح وراه وقالت له يلا اتأسف على قلة الأدب بتاعت الصبح يا بتاع الحصان يا معفن. من هنا الديب قرب منها وقال لها تسمعي مني أسفي لما تموتي إن شاء الله. نروح للأمراء اللي كانوا بيتريقوا على أخوهم الصغير بسبب الجرح اللي في وشه. تعالوا نروح لديب اللي قرر يقابل أمه عافية، ولما دخل لقاها مع أخواته وبتضحك ومش تعبانة ولا حاجة، فبيلقي عليها التحية وهي بكل مكر قالت له أنا كنت هبعت لك بس أنت سبقت أهو. لكنها بتتكلم معاه بكل برود بتكون كرهاه أصلا. قالت له مفيش داعي تزورني تاني، وبيتأثر الديب قوي بكلامها لكنه عرفها انه هيعيش هنا في القصر ومش هيرجع لمكانه تاني. اتضايقت جدا من الخبر وقالت له لازم ترجع لهناك تاني لانك الوحيد اللي من عيلتنا هناك. فقال لها انا هناك حاسس كأني رهينة. فبيضحك اخوه بيستهزأ بكلامه لكنه بيطنشه وبيمشي وبيسيبه. تعالوا نروح لأمل اللي قررت انها ترجع للمية يمكن تروح لعالمها الاول، وفي نفس الوقت كان الديب بيحضر نفسه عشان ينزل المية هو كمان. هوب لقى أمل خارجة منها والاتنين بيتصدموا جدا، وبيخبي الديب الندبة اللي على وشه فبيتضايق وكان هيخنقها وقال لها اوعي تعرفي حد باللي شفتيه، وبيمشي. وهي بترجع بيتها وبتسأل الخدامة لو تعرف أي معلومات عن الديب، فقالت لها إنه خطير ولازم تبعد عنه أول ما تشوفه، وعرفتها إن أمه الحقيقية هي الملكة الحيزبونة اللي بتكرهه دي، وإن في عيلة تانية مالكة في بلد شينجو اتبنته وإنه مشهور بقساوته وعنفه. بنروح للملكة اللي كانت بتتفق مع ابنها أبو حلق إنه يقتل ولي العهد اللي هو الابن الكبير للملك أثناء عرض طقوس الأرواح الشريرة، وبنعرف إن اللي هيطرد الروح هيكون هو ولي العهد. وتاني يوم بيتم التحضير لحفلة الطقوس وبيتم توزيع الأقنعة على الديب واللي معاه اللي هم اخواته الأمراء اللي كانوا بيقدموا عرض كبير لطرد الروح الشريرة، وكان العرض من النوع القتالي لحد ما دخل عليهم ناس غريبة بزي اسود وتهجموا على ولي العهد الابن الكبير للملك، ولكنهم بيكتشفوا ان الديب اللي جه مكان اخوه على حسب الاتفاق بينهم. ولكن الملك مش بيهتم بجرح الديب اللي لاحظ واتأثر وبيسأل بكل لهفة وخوف فين ولي العهد. بيكون واحد من العارضين العاديين فبيطمن انه بخير، وقبل ما ابوه الملك يتكلم قال له انا هروح اقبض على المجرمين، وبيلاقيهم عمالين يتنططوا على اسطح البيوت فراح وراهم. من هنا امل شافته وقالت لازم اروح اخد حقي منه، ما تعرفش اللي فيها. وقتها بنشوف الامير ابو حلق وهو بيقتل في المجرمين عشان ما يعترفوش عليه. بتشوف امل الجثث بس ما خدتش بالها من ابو حلق فخافت واستخبت وراحت للديب اللي كان مثبت واحد منهم واستغلها فرصه وهاجم على امل واخدها رهينه. من هنا الديب قال له يا اسطى عادي اقتلها ولا تفرق معايا، اصل يا ديب البت كانت ميته من الخوف لكنها شغلت دماغها وعضته. فجاه المجرم تم ضربه بسكينه في دماغه من عم امل الصغير، والديب اتعصب على امل وقال لها كنت هاخد اعتراف كله منك ومن عملك السوداء. هنا عم امل حط السيف على رقبته والاتنين دخلوا في مبارزه مع بعض وقال له سيب البت يا ديب احسن لك، فبيرميها له. وهي قالت لعمها انا شفت ناس كتير بتموت في الاتجاه ده وكان كلهم لابسين اقنعه، فالكل بيروح على هناك لكنهم مش بيلاقوا اي حاجه. بس عم امل شاف الدم على اغصان الاشجار وعرفوا انها صح، وقال للديب ان قائد العصابه هو اللي قتلهم واحد ورا التاني. بيروح ابو حلق لام الحربايه، كانوا الاتنين متضايقين من الديب لانه السبب في فشل خطته، واتفقوا الاتنين انهم ينفذوا خطتهم من تاني في الاحتفال الجاي. تعالوا نشوف بنت عم الديب اللي كانت بتعالج الجرح اللي فيه وبان قوي من نظراتها انها بتحبه وهنسميها نهى. اما امل فكانت ماشيه في امان الله اذا فجاه الديب نده عليها وقالت له عايز ايه في ليلتك دي. وقتها مسكها بكل قوه وقال لها افتكري كويس انت شفتي ايه في الغابه. وكالعاده عمها بيوصل وقال له هو مفيش غيرك النهارده ولا ايه. لكنها قالت فجاه كان في واحد منهم لابس فرو، كان قصدها على ابو حلق وهو اللي قتل الكل. على طول الديب افتكر انه شاف ابو حلق وهو لابس الفرو ده. على طول الديب قال لها اوعي تقولي الكلام ده لحد وانسي كل اللي شفتيه في الغابه. وعمها كمان ايد كلامه لانها بكده هتكون في خطر. بنروح للملك اللي كان واقف مع اولاده ولاحظ ان في جرح على وش الامير الصغير. اتضايق قوي لما عرف انها كانت خناقه مع امل. وقتها الامير الصغير بياخد نفسه بيروح لها وكان شمتان قوي وفرحان فيها لان الملك قال له روح واضربها. بس هو اول ما شافها قال لها على فكره انا قلبي نضيف ومش بشيل من حد، واصلا كان باين عليه من حركات ايديه ورجليه انه بيحبها.
فعلا اعترف لها بانه معجب، بس هي قالت له يلا ياض على القصر، زمان ابوك بيدور عليك. بنروح لولي العهد اللي كان مع الديب وبيفحصوا الجثث بتاعت المجرمين، ولاحظوا ان لسان كل واحد فيهم مقطوع. بنعرف من ولي العهد ان الناس دول كانوا رهبان لكنهم عملوا جرائم زي القتل وغيره، فاتحكم عليهم بقطع لسانهم ونفيهم لمكان بعيد، ومن وقتها بيتم استخدامهم كقتلة مأجورين. فبيروح الديب لاخوه ابو حلق وقال له انا عرفت ان انت اللي حاولت قتل اخوك ولي العهد. بعد كده عرف ان كل ده من تخطيط امه، فما قدرش يعمل اي حاجه غير انه اخد حصانه وجري على مكان المجرمين، وكان اخوه ولي العهد وراه. من هنا الديب وصل لهم ونزل فيهم ضرب وتقتيل واحد ورا التاني، لحد ما لقى واحد فيهم وده اللي بيراقبهم كان بيتكلم، وعرفوا ان ام الملكه هي اللي ورا كل ده. فقتلوا الديب وبعدها حرق المكان باللي فيه عشان محدش يتهم امه بحاجه. ولما وصل ولي العهد برجالته لقى المكان باللي فيه اتدمر. بيروح الديب في عز الليل لام الملكه في اوضتها وقال لها اوعي تخافي، انا قتلت كل حد ممكن يشهد ضدك. فقالت له انت فاكر اني اشكرك؟ انت بالنسبه لي حيوان. بنعرف انها بتكرهه لان عندهم الابن اللي في وشه ندبه هو قبيح والام بتستعر منه. المهم قال لها انت عارفه عيشتي كانت ازاي في البلد اللي بعتوني ليها؟ اهل البلد رموني في الجبل مع الديابه عشان اموت، وفضلت الليل كله حارب فيهم لحد ما خلصت عليهم. تعرف انهم كانوا بيسيبوني بالايام من غير اكل وشرب ومحدش ابدا يهتم بيا. فقالت له برضه مش هتصعب عليا، انت بالنسبه لي عار وانا بكرهك، يلا غور من هنا. ده انتجاح ده يا شيخ. بيخرج لبره وبيروح يكسر البنى اللي الامهات عاملاه لاولادها، ولكن امل بتمنعه وقالت له انا عارفه انك قتلت كتير، بس اعرف انك عملت كده عشان تعيش، وده ما فيهوش اي غلط، واللي حصل في حياتك ما كانش ذنبك من الاول. وفي اليوم التاني بنشوف البنات وهم رافضين ياخدوا الاكل للديب عشان خايفين. كلهم بصوا لامل اللي قالت لهم على جثتي لو رحت بيه، بس هي بتروح له الجبل وبتكون مهلوكه من التعب، وقالت له اتفضل الاكل اهو، يا ريت تاكل في اوضتك زي باقي الناس وما تحيرنيش وراك. وبعد ما بتخلص مش بتكون قادره تمسك الاوعيه، وهو كان بيحاول يمد ايديه ويساعدها لكنه تراجع عن قراره تاني. في الوقت ده بنشوف عمة أمل، وبيبان يا جدعان إن أمل تبقى بنت عمها، والراجل ده جوز عمتها، وعشان كبير شوية أمل بتقول له يا عمي. المهم عمة أمل قالت له أنا مريضة ومش بخف ولازم تتجوز واحدة تانية تجيب منها عيال وتشوف طلباتك. تعالوا نروح لخدامة أمل اللي أخد الدبوس وقع من الديب. قالت لها حطيه في اوضته، ولكن ام غل نهى دخلت عليها وافتكرت انها حراميه، فاخدتها وربطتها بكل وحشيه ونزلت فيها ضرب. ولكن امل بتوصل وبتمنعها وقالت لها انا اللي بعتها تحد الدبوس في اوضه الديب، ولو حد المفروض يتعاقب فهو انا. وبالفعل نهى استغلتها فرصه وربطت امل بالشكل ده، ووصل جوز عمتها والامير الصغير وكانوا خايفين على امل جدا. لسه نهى هتضربها هوب الديب مسك ايديها وقال لها البت دي تخصني وتبعي، وامر بحل امل. بيروح جوز عمة أمل للديب وقال له مفيش حاجة هنا تخصك، وبطة مش ليك يا مرزوق، قصدي أمل يعني. والراجل طلع عينه على بنت عم مراته. رجالة ملاش أمان يا جدعان. بيروح حسن يطمن على أمل اللي لما حست إنه بيقرب منها بعدت عشان إحساس بنت عمتها. وفي اليوم التاني كانت واقفة في أمان الله هوب بتلف خبطت في الديب. فالديب قال لها أنت هتستهبلي، أنا اللي اتخبطت مش أنت. المهم أمل قالت له يا اسطى بخصوص امبارح والبت دي تخصني وبتاعتي، أنا مش بتاعت حد. فقال لها ليه؟ قالت له عشان أنا مش جماد ولا حيوان. فقال لها خلاص بعد كده هقول البت بتاعتي ميزتك اهو. فقالت له بقولك يا اسطى ها، وخدت نفسها ومشت، ما كانتش عارفه ترد اصلا. تعالوا نشوف واحد من الامراء وهو داخل في قتال في الشارع ومتخفي، بس واحد قدر انه يتعرف عليه وما صدق بقى لان الملكه امه قطعت ايديه. هنا امل شافتهم وهم بيجروا ناحيه الغابه فجريت وراه، والديب شافها. من هنا مسكوا الامير بالشكل ده، والراجل قال له هقطع ايدك زي ما الملكه امك قطعتها لي زمان. لسه هيقطعها له هوب امل السندله اتدخلت بغصن شجره وبصوت عالي قوي سيبوه بدل ما اعمل منكم بطاطس محمره واقتلكم واحد ورا التاني. شرسه قوي البت امل دي. المهم في الوقت ده قالت للامير الجري نص الجدعنه، يلا بينا. على وصول المعلم حسن اللي دخل في قتال مع المجرمين بس عددهم كان كتير قوي عليهم. ومن هنا وصل الديب ابننا والمجرمين اخدوا ديلهم في اسنانهم وهربوا. وقتها الامير قال لامل انا مديولك بحياتي. فقالت له بكل عفويه يا اختي اسم الله عين امه كبر، واخدته بالحضن. طبعا الكل استغرب هو في ايه؟ فقالت لهم يا جدعان ده زي اخويا اللي في حياتي التانيه، ومحدش كان فاهم اي حاجه. بيروح الديب مع اخوه اللي قل ادبه عليه وقال له يا ريتك ما كنت اخويا وما تحلوش بقى عشان انقذتني. فالديب اتضايق ولسه هيضربه بالقلم هوب الحيزبونه وصلت وزقت الديب لبعيد وشتمت فيه كالعاده. من هنا الامير قال لها انت بتعملي فيه كده ليه؟ ده هو اللي انقذني النهارده، ولولا كان زماني مت. بس هي كانت حلوفه برضه وقاسيه قوي عليه. وفي اليوم التاني بيجيبوا الامل اعشاب كتير لانها هتصنع لهم الصابون اللي بيستحموا بيه. ما كانش الاختراع ده وصل لهم طبعا. في اليوم التاني بنشوف امل مع دينا بنت عمتها وهم رايحين القصر لمقابله الملكه الحربايه اللي اول ما شافتها قالت لها هو انت بقى اللي ضربتي ابني الامير الصغير؟ بس امل تويت وقالت لها اتشرفت بمعرفتك يا ملكه والله، وقدمت لها هديه عباره عن صابون بريحه عشان ريحتهم اللي فايحه في المملكه. كانت امل مش عارفه تتكلم وحسن عمال يضحك عليها
وقتها الملكة الحرباية قالت لدينا يا خسارة، كل حاجة فيكي جميلة، مش يعيبك بس غير إنك مش بتخلفي. حد يجيب الولاية دي من شعرها يا جدعان، هو في إيه؟ في الوقت ده بيوصل الملك اللي قال لأمل هو أنت اللي ضربتي ابني الصغير؟ ما خلاص بقى، ما كانتش ضربة، لكنها زي الهبلة وقعت على الأرض كده وقالت له وربنا ما كان قصدي أضربه. فقال لها أنت خايفة مني؟ فقالت له لا، أنت ملك حكيم وعادل. فقال لها إيه خلاكي تقولي كده؟ ففكرت كتير وافتكرت درس التاريخ مع أستاذها في الفصل، وقالت للملك لأنك أسست 3 ممالك، كمان المهزومين عملتهم بكل لطف. من هنا الملك ضحك وحس بالفخر الشديد. وقتها أمل قالت في سرها أنا بشكر أستاذ التاريخ اللي كنت بشتمه في الفصل عشان بيخليني أحفظ الكلام ده. المهم الملك بيكافئها بسجادة فارسية لأنها ذكية جدا. من هنا حسن قال لها اشكري الملك، قامت رافعة ايديها زي الهبلة وهبدتها في الأرض وقالت انت طيب قوي يا ملك. اللي نزل ضحك عليها وعلى حركاتها. بعد كده بنشوفها وهي ماسكة بطنها وهتموت وتروح الحمام لحد ما الديب قفشها. جرايه يا عم انت كل شوية تطلع لي ولا ايه؟ المهم الديب كان لابس طقم جديد وعايز يفرجها عليه يعني، وطبعا امل ما تتوصاش، قالت له ايه الطقم الجامد ده نضيفنا اهو. ولكنهم فجأة بيسمعوا صوت الملكة، فامل بتستخبى بسرعة وسمعت كلامها القاسي للديب، وكان محرج قوي لان امل سمع الكلام ده. لما بص عليها ما لقاهاش، كانت اختفت عشان ما يتحركش قدامها. تعالوا نروح لدينا اللي كانت بتطلع دم من بقها وتعبانه جدا، وقالت لحماتها وتوسلت لها انها تجوز امل لحسن لان ما بقاش ليها غير كام يوم وتموت. في الوقت ده امل شافت فاروق المتسول في الحياه التانيه وقالت له انت تعرفني صح؟ لكنه قال لها لا. بتروح امل المكتبه عشان ترد على رساله حسن وبيعترف فيها بحبه، ولكن كل الامراء بيدخلوا عليها. وقتها الملك الصغير فرح قوي وقال لها انت جاي عشاني؟ قالت له يا شيخة ليه ويركن على جنب كده. كانت بتبص على حسن وخايفة، لكنهم لما فتحوا الرسائل لقوها مش عارفة تكتب أصلا لأن لغتهم في العصر ده مختلفة عنهم. كانوا عمالين بيجيبوا الورقة يمين وشمال، هي دي كتابة ولا رسمة؟ لحد ما الديب قال لأخوه الصغير ارفع ايدك فوق وافتح بقك، شوف الرسمة بقى هتلاقيها شبهك بالظبط. فعلا حطوا الرسمة عليه وكانت شبهه والكل وقتها ضحك عليه. بتروح أمل لدينا وبتلاقيها بتحرق كل هدومها وبتنزل برضو دم، فجريت أمل على حسن وقالت له تعالى بسرعة. وقتها أخد دينا ومشوا مع بعض وافتكرت أيامهم زمان. بعد كده قالت له خلي بالك من أمل، ولما شالها على ظهره عشان تعبانة للأسف ماتت وانهارت أمل من العياط. وحسن قال لها اسكتي عشان هي نايمة ما تصحيهاش. ما كانش مصدقة إنها ماتت، وبيتم عمل الجنازة الخاصة بيها والكل كان حزين عليها. وبعد مرور كام يوم بنشوف نوع الحرباية وهي مجمعة كام راجل ومعاهم حسن، وقالت لهم لازم أمل تتجوز خصوصا بعد وفاة دينا. الخبر بيوصل للأمراء وللديب وإنهم هيبيعوها لراجل عنده 60 سنة وعنده أولاد. بتبان أمل وهي حزينة ومش عارفة تعمل إيه، لكنها قررت الهروب. من هنا الأمير الصغير ظهر فجأة وقال لها تعالي معايا بسرعة، وهربها هو وإخواته الأمراء. حسن أخدها على الحصان والحرباية نوع شافتهم وقالت للحراس هاتوهم بسرعة. بالفعل وصلت لهم مع رجالتها، بس اللي كان على الحصان مع حسن هو الأمير الصغير اللي قال لهم مفاجأة مش كده؟ وطلعت أمل أصلا مع الديب، ولكن بيعترض طريقهم فاروق وشوية من حراس القصر. قال لهم لازم تسلموني أمل عشان أرجعها للقصر. وبيتفاجئوا لما بيعرفوا إن العريس هو الملك أبوهم، وهنا كانت صدمة بالنسبة للكل. الديب رفض إنها تنزل وتروح القصر، بس هي قالت له أنا هتكلم وهتفاهم مع الملك. لما بتدخل القصر البنات بيجهزوها عشان تقابل الملك، ولما بتكون في الأوضة مستنية حسن بيعترض طريق الملك وكمان الديب، وبطريقة ذكية فهموه إن عيلة أمل من بعيد كانوا بيتفقوا على خراب المملكة، وإنه لازم يلاقي عروسة من عيلة تانية. بس الملك ولا الهوى ما اقتنعش بالكلام. ولكن أمل ظهرت فجأة وهي مشوهة جسمها، لأن هناك البت اللي فيها ندبة أو جروح لا تصلح للزواج من الملك، اللي ضحك من تصرفاتها وقال لها أنت شجاعة أكتر من الرجالة اللي عندي. وبيتم إلغاء الزواج على كده. بيروح حسن يطمن عليها بعد ما تم معالجتها وأخدها في حضنه. بعدين بانوا هم بره في الحديقة وشكلهم كده وقعوا في حب بعض. الأمراء بيروحوا لها وكانوا فرحانين إنها ما اتجوزتش أبوهم العجوز. بعد كده بنشوفها وهي شغالة جوه القصر. من هنا بيوصل ملك الجنوب اللي ربى الديب وتبناه، وقال للملك لولا وجود الندبة اللي على وشه كان زمان هو ولي العهد، لأنه جامد في القتال وعنده حكمة. بعد كده بنشوف ولي العهد وهو عمال يصرخ وده لظهور مرض على جسمه. أول ما أمل شافته عرفت إنه الإكزيما اللي ما كانوش يعرفوا عنها حاجة، ومنعت ولي العهد من استخدام المية الباردة. بتروح تجيب له مية دافية وبتبدأ إنها تعالجه وتحط له الأعشاب، بس أول ما كبيرة الخدم بتدخل بتزقها على الأرض وقالت لها مكانك مش هنا، وبتطردها لبره. بعد كده بتظهر باقي الخدم وحسن كان عينيه عليها، لكنهم بيتقابلوا في السر لمدة ثانية، وبعد مرور شوية من الوقت بياخدها وبيعلمها الكتابة والقراية. وفي يوم جديد بنشوف أمل وهي عاملة عيد ميلاد للأمير الصغير، كانت عمالة تغني له وترقص، والديب كان بيضحك على حركاتها. بعد كده كل الأمراء بيظهروا وكانوا مبهورين بيها، والكل قضى وقت سعيد مع بعض. بعد كده بيتجمعوا من تاني، والأمير الصغير كان لما بيطلب أي حاجة بتتنفذ وقتها. طلب إن الديب يخلع القناع، وكان أبو حلقة هو اللي وسوس له وبيخلع الديب القناع فعلا. بعد كده بياخد نفسه وبيجري، بتروح أمل وراه وبتحاول إنها تهديه وإن الندبة اللي في وشه حاجة عادية.
بنشوف بقى بنت أمير بلد تانية كانت جاية بسبب جفاف بلدهم، كانت عمالة تزاول الأمير الصغير وشكلها كده أعجبت بيه، بس هو ما كانش طايقها، قال لها مش عايز أشوفك تاني، وده لأنها مقاتلة وقاسية القلب. لما بيجي الليل بتروح أمل تشوف حسن، بتقضي اليوم معاه وبتروح لولي العهد عشان تعالجه من المرض اللي عنده وتديله شوية نصايح، وهي راجعة تاني يوم بيتم القبض عليها من باقي الخدم بأمر من الملكة الحرباية وابنها أبو حلق اللي قال لها أنت كنت مع ولي العهد. فالملكة بتمسكها بالشكل العنيف ده لحد ما كبيرة الخدم بتوصل وقالت لها هي راحت بأمر مني، ولما بتخرج بره بتضربها بالقلم وقالت لها عرفتك إنك تبعدي عن ولي العهد، وفجأة بتترمي على الأرض من ألم كان فيها. فبتعالجها أمل وبتعمل لها مشروب. بعد كده الديب بيقابل أبوه اللي قال له أنت اللي هتقود طقوس المطر، وده لأن في جفاف وهم هيدعوا عشان المطرة تنزل. وأثناء الطقوس واحد من الناس قال إزاي واحد بقناع هو اللي هيكون قائد الطقوس، وبقوا يحدفوه بالطوب ويطالبوا بحد غيره، والديب اتبهدل قوي منهم. أمل شافته وهو يا حرام أخد نفسه وجري. الملكة الحرباية وابنها أبو حلق كانوا في قمة السعادة لأنه أكيد هو اللي هيكون القائد للحملة دي. بتروح أمل تدور عليه، كان في المركب، أخدته وقررت إنها تعالج الندبة اللي في وشه بالمكياج، وهو وافق خصوصا بعد ما عرف إن لو المطرة نزلت فقائد الحملة هيكون ملك رسمي. وفي اليوم التاني بيظهر أبو حلق على أساس إن الديب مش هيجي، لكنه بيفاجئه بظهوره وبيخلع القناع وبيلاقي إن الندبة اختفت تماما من وشه، ومشي وسط الناس اللي قابلت بيه وكانت بتديله التحية. عمل الطقوس الخاصة بيهم، وقتها المطرة بتنزل والكل بيكون في قمة سعادته لأن الجفاف خلاص اتزال إلا الملكة الحرباية. ولكن أمل كانت مذهولة، وده لأنها عارفة من التاريخ اللي درسته إن الديب هيكون الملك وهيقتل كل إخواته ويسيطر على المملكة، ولولا إنها عالجت له الندبة ما كانش هيكون الملك. أما أبو حلق فأخد قلم محترم من أمه الحرباية وقالت له إزاي تخليه ياخد مكانك. لما بيجي الليل بيروح الديب ياخد أمل في حضنه وكان مبسوط جدا لأنها السبب في نصره قدام العيلة لأول مرة. وقررت أمل إنها تغير الماضي وقالت له اوعى تقتل ناس بعد كده. في اليوم التاني الملك بيقابل ابنه الديب، قال له اختار أي هدية اديها لك مكافأة مني، فقال له أنا عايز أمل تكون مساعدة ليا ومعايا على طول. وكانت صدمة بالنسبة للكل، بس الملك وافق على طلب ابنه. بعد كده قال إن الأمير الصغير هيتجوز بنت ملك الجنوب هند، لكنه بيرفض وقال لأبوه لو صممت على قرارك فأنا هموت نفسي. بس أبوه ما اهتمش بكلامه، وهو بيتمشى مع أخوه لقى هند داخلة في قتال مع أخوه الأمير وهي اللي فازت كمان عليه، وقال أنا عارف حظي الأسود ده لو زعقت لها في يوم هتنفخني. الغريبة بقى إن الملكة الحرباية بعتت للديب وبكل برود طلبت منه إنه يقتل ولي العهد أخوهم الكبير بس من أم تانية، لكنه بيرفض وبيمشي وبيكون حزين لأنه كان فاكر إن أمه رضيت عنه. بعد كده بيروح لأمل اللي كانت خايفة منه واعترف إنه بيحبها وبيقرب لها بالعافية وبياخدها على الحصان وبيخرج بره القصر. بيقضوا اليوم مع بعض لحد ما حسن بيوصل لهم، كان متضايق من علاقتها مع الديب، ولما بيجي الليل بياخدها في الكهف عنده. وقتها كبيرة الخدم وصلت لهم وقالت لهم إن علاقتكم دي أكبر غلط. في اليوم التاني كان حسن مع نهى ومامته الملكة، قال لهم إنه يطلب إيد أمل للزواج يوم 9 من الشهر. طبعا نهى بتتضايق وبتتكلم مع الملكة الأم بكل حقد وغل وشكلها ناوية على الغدر بأمل. بالفعل بتاخد نفسها وبتروح للحرباية عشان يتفقوا على أمل ويتخلصوا منها. الملك بقى بيبعت للديب وقال له جه الوقت اللي ترجع فيه للجنوب وتستقر هناك، وقال له إن أمك الملكة على الحرباية يعني عايزة توصل للعرش من خلالك، فقال له أنا ماليش دعوة بيها ولا بخططها. لما بيجي الليل بيتم تسليم الخدامة سم أكدت عليها إن لازم اللي يقدم ده هو البت أمل لولي العهد، وطبعا في الشاي من غير ما تحس. وبتروح الخدامة لنهى وبتعرفها إن كله تم حسب الخطة. أما الديب فبيكون عند أمه اللي عرفته بحوار السم، وإن أول ما ولي العهد يموت هو اللي هيكون الملك. وفي اليوم التاني الخدامة بتعمل نفسها تعبانة وقالت لأمل قدمي الشاي بدالي، فوافقت، ولكن كبير الخدم وقفها، وعلى حسب القانون لازم تدوق الأكل أو المشروب اللي بيدخل لقاعة الملك. بالفعل أمل بتوصل للقاعة بتقدم الشاي، لكن الديب قال لأخوه أنا عايز أشرب بدالك 3 مرات لتعزيز قوتنا. لما أمل راحت تديه كوباية بيوقعها بالقصد، بس بيجيب كوباية تانية وبيشرب عادي، مش بيدي فرصة لأخوه إنه يشرب خالص. فأخوه طلب إنه يستنى في القصر وما يسافرش تاني. بعدها الديب بيخرج وعلى بقه آثار دم، وده كان مفعول السم، وبيتم اتهام أمل بإنها هي اللي عملت كده وبيقبضوا عليها عشان يعدموها. استنوني في الجزء الثاني نكمل الدراما مع بعض. سلام.